ازيكم عاملين ايه؟ طبعا هي سابتك يا صاحبي. نعدل بس الكادر شويتين كده. ايوه. فطبعا هي سابتك، بس انا مش هسيبك، يعني انا كمحمد علاء مش هسيبك. بس انا بس اشيل الحته دي عشان الكادر في الفيديو ما يبقاش مش ظريف، ومش عارف اشيلها بالمونتاج، انت فاهم يعني، هتبقى صعب. المهم، هنتكلم النهارده على موضوع في غايه الخطوره والاهميه وغايه كل حاجه والله. سابتني يا محمد، مش عارف اعمل ايه. حاسس ان حياتي ماشيه زي الكابوس، وحاسس ان حياتي حرفيا انا مش عايز زي بقيه خلق الله. حاسس ان انا في سجن مع ان لسه شاب صغير. فبص، هو الموضوع بيجي ازاي؟ فاهمك انا، هي بتكون سابتك اما ما تعرفش تخلي. انت عارف ساعات البنات دماغهم دي بتبقى فيها حاجه غريبه الشكل، يعني هم بيتجننوا ما تفهم لهمش حاجه يعني. فتقوم سايباك يعني من غير ما تعمل حاجه. والله انا هعذرك الصراحه يعني. فهي بتكون سابتك، وانت طبعا بتبقى ايه بقى، تعيش لك اسبوع كده بتقول طب هي سابتني ليه؟ يعني تبدا بقى ايه، تخش في دايره او زون انا ما بحبوش. اللي هو ايه، طب انا وحش، طب انا شكلي وحش، طب يمكن معيش فلوس، طب يمكن تقعد بقى تشك في نفسك وتقلل من قيمه نفسك لحد ما تحس ان انت عايز تقتل نفسك. بص يا صاحبي، هقول لك على حاجه ببساطه شديده. حته هي سابتك ليه ده هنتكلم عنها بعدين، ولكن احنا هنتكلم النهارده ازاي تنساها او ازاي تعيش حياتك بصوره طبيعيه، تمام، بعد ما هي تتكل على الله. اول حاجه، ما دام هي مش عايزاك خلاص سيبك منها. ما تعوزش حد مش عايزك، ما تبقاش، معلش انا اسف يعني، كرامتك مهمه. كرامه البني ادم اهم حاجه يملكها في الدنيا. اهم شيء تملكه كرامتك. هي مش عايزاك خلاص اتكلي على الله، وبنات ربنا كتير. وده هيبقى اول حل بالنسبه لك، وهو انك تتجه انك تشوف واحده جديده ترتبط بيها هتنسيك الوحده القديمه. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، اشغل نفسك. دايما لما انت تشغل نفسك، اصل طول ما انت قاعد فاضي هتفضل تفكر فيها، وهتفضل مش عارف ايه. تمام، لا اشغل نفسك. اعمل لك قناه على اليوتيوب زي ما انا بتكلم كده، اعمل فيديوز على اليوتيوب، شوف لك شغلانه، انزل بيع، انزل اشتري، انزل اتمشى، انزل اعمل اي حاجه، اقعد على القهوه. المهم انك تبعد عنها. ثالث حاجه، صلي وابعد عن اي حاجه وحشه. صلي وقرب من ربنا وادعي ربنا، لان اللي بيطلب من ربنا ربنا ما بيكسفوش يا جماعه والله. فاطلب من ربنا وادعي رب، يا رب كده، قول يا رب انساها وربنا ان شاء الله يكرمك بواحده احسن منها. طيب في حاجه تانية، اختفي بقى من حياتها خالص. هي مش عايزاك خلاص بقى، مش كل شويه تقعد تنط لها في الرايح او الجاي. زي ما قلت لك كرامتك مهمه، فخلاص هي مش عايزاك، فكك منها وشوف واحده غيرها، او ما تظهر لهاش، مش عايز اشوفك قدامها. تمام. انا اديتك كام حلول، وانا دايما بحرص ان حلقاتي تكون قليله بحيث ان حضرتك تستفاد وكل الناس تستفاد. بس بقى يا شباب، يا ريت بقى لو الحلقه عجبتكم اللايك الجميل والسبسكرايب، والسلام عليكم، باي باي يا شباب. وطبعا ما تنسونيش بقى، لو قلت لك خلاص انساها ما تنسانيش انا بقى، ماشي؟ يعني اوعى تنساني. اللايك والاشتراك تحت الفيديو. مع السلامه.